انا قبل ما تشرح، أنا مش محتاج تشرح بامانه. انا يعني انا مش فاهمه حاجه، انا عن نفسي مش فاهمه حاجه. الريتم كان سريع جدا، انا ما خدتش بالي. احنا جايين نهزر. في حاجه معينه عايزه توصليها لجنه التحكيم؟ لا، في رساله من ورا اللي انت بتقوليه ده اللي مش مفهوم ده؟ هو انا كنت كاتباها قبل كده وفي المدرسه، وهم كانوا المدرسين عجبوها قوي، فانا كنت محتفظه بيها ان انا اطلع في يوم من الايام ان انا اقولها. انت متخيله ان من 15 سنه ولا انت عندك كام سنه لما كنت في ابتدائي وبضفيرتين والمدرس ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش فاهم ايه يا استاذه السقطات الفنيه حقك عليا يا وسقطات دكتور علي، الاعداد حقك عليا يا ده دكتور علي. والشغل اللي احنا طب مش نديلها فرصه من لجنه التحكيم. فين الاعداد؟ هي جايه تهزر على فكره، حقيقي. جايه بتضيع لنا وقتنا. طب نشوف راي طبعا يعني المنتج. رأيي هي كل يوم يعني اتمنى ما نشوفكيش بعد اليوم صراحه. يعني ما فيش كلام اصلا. طيب. يعني يتقال. ولا كلمه بقى لنهايه الحلقه. خلينا نشوف المتسابق اللي بعده، احنا عايزين بقى حاجه كده مفيش موهبه تمسك اللجنة. اساسا نشوفها ولا نشم ريحتها ولا ريحه اي نوع آه. من انواع المواهب. اوعدكم الله. اوعدكم احنا جايين نهرج ايه لو سمحت؟ يعني احنا لسه حضرتك يا يعني أستاذ. هتبدا تاني. هو انا بس طيب. عايز يعني اغير الفكره دي عن المتسابقين واسمعكم حاجه كويسه ان شاء الله تبسطكم عايزين حاجه بقى تليق بقى يا بالستار ريت. تيكت. أنا مين بتكلم اللي هيكسب كده، إن المليون؟ شاء الله. المليون جاهزه، إن شاء الله. كلهم بيسالوا. اتفضل. يا ريت. اعرفكم الاول بنفسي. انا اسمي يوسف ممدوح، خريج المعهد العالي للشعر العربي الاصيل، ومعايا ماجستير للمفاجاه بقى في بوردة البحتوري ايه خدتها ده؟ فين دي؟ من عدن. تمام. وعامل شعر طبعا بقى غنائي عادي، هسمعكم منه حاجه اتفضل. ان شاء الله تعجبكم. ابهرني. تعالي هنا قدامي وقولي لي عملتي فيا ايه. بصراحة حبك خلاني واحد تاني ما اقدرش اعيش غير بيه، وداني في حالة بقول في تفاصيله قوالة، بالنسبة لي ريح بالي وعايش عليه. من الاخر. في طبعا غيره لو عايزين تسمعوا حاجة. لا يعني نشوف انت بس مدينا الأساتذة. جرعه مكثفه اه فوق الخيال. يعني بس ان انا اخد بيتين من بعد اللي حصل، الخلل اللي عمل لي ايرور 404 ده، مش عارف ولا هو 440 ولا ايه، مش عارف إيه. لا بجد انت وصلتني في حته تانية. انا قلت شرفتنا. اوعدكم انا عايز اكمل بالانبهار. وعايز يعني بجد انا حاسس ان عندك قدرات فنيه او وإحساس قدرات عالي، إحساس واحساس عالي. فعلا بجد. حبيبي الكلمات كمان، نظم الكلمات في حد ذاته ده بيدل على موهبه، يعني طبعاً. قدره. طب دي البخور الكلمات. طيب موزونة. اللحن، الشعر، ممتاز بصراحه. الموسيقار احمد عبد السلام، ايه الله رايك؟ يحفظك بجد. لا الله ممتاز. يخليك يا أنكل. ايه تاني تسلم. شايف تسلم لي ممكن يا يعني ممكن قدام يعمل ايه او يجي في ايه المره نكسر الدنيا الجايه؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. انا نتمنى يسمعنا حاجه ثانيه. يعني ما آه. شاء الله عليه. يعني طبعاً. هو طب عنده- شايفه فين؟ عنده- يعني بما ان حضرتك منتج وعربي، يعني يعني- اكيد عايز تستثمر يا فندم، شايفه فين بقى؟ انا زي ما قلت لك، انا محتاج نسمع منه ثاني. ويعني ما شاء الله يعني هو عنده ثقه بنفسه. فاتمنى تقول لنا حاجه ثانيه. مش كل المتسابقين بيبقوا واقفين واثقين في نفسهم، بيبقى في ناس مهزوزه. منور مصر. ممكن نسمع حاجه ثانيه. اه طبعا ممكن. اتفضل. رغم كل حاجة فيها عرفتها شفتها في حبها، زعلي منها يصعب عليها. رغم كل حاجة فيها عندها شكها، إنما لو عرفتوها تموتوا فيها. هي دي هدية ربنا ليا، وبجد أحلى هدية خدتها وجوه قلبي شلتها. نفسي أقول لكل الدنيا بحالها، أنا قلبي داف في جمالها وسحرها، هي دي اللي بحبها. الله 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 ده كل الله بنت عايزه ولد رومانسي زيك يا الله. كتكوت. ربنا يخليك. بس لا، بجد استنى، هو خطير، ده خطير. معلش يعني انت ده نابع من عفوا تجربة. يعني علاقه عاطفيه حصل، فعلا حصل، يعني أحسنت. صح ولا؟ حصل يعني انا طبعاً. حاسس بالتجربه الشعريه اللي انت بتتكلم من خلالها، انت بتقول من جواك كلمات يعني بعيدا عن هي قافيه او وزن او ملتزم بالقافيه او مش ملتزم. الفكره في الاداء والاحساس، ربنا يخليك. هو ده وصلني بطريقه مميزه قوي على فكره. هذا وأحييك حقيقي عليها. يعني أنت صراحه. بتغني حاجة يعني روشة ولا يعني إيه؟ استاذه نور، يا استاذه نور، هتغني روش وكده ولا حاجات هاديه كلاسيكي وكده؟ تعبان. عايز حاجات روشه. اتفضل يا فندم، متاسفه يعني جدا. احنا أنا بس الحمد بشارك لله يعني المتسابقين. في حاجه كويسه. فنتمنى ان شاء الله آه. الاستاذ يعني يسمعنا. حضرتك تحب تسمعه ايه؟ يعني انا عايزك انت تمتعنا. اللي انت تقول عليه انا معاك في اي عندك حاجه. أنت انت راجل بتشتغل جاي. شعر قافيه ووزن، ولا شعر حر، ولا بتشتغل لغه بيضاء، ولا بتشتغل انا لغه عربيه انا فصحى؟ شاعر غنائي.
حلو واو. حلو. حلو قوي. سمعنا شيخ غناء. اوكي. أيها السادة الأفاضل، أنا أعرفكم بنفسي الأول. أنا الشاعر الغنائي ناصر قنديل. اهلا وسهلا. أيها السادة الأفاضل، قبل ما نقطع تذاكر اسمعوا قلب المناضل اللي أقوى من الحديد. وسطكم واحد جارحني لسه فاكر قلبي محني، أسف على اللفظ سامحني، أنت بيبي مش مفيد. سينيو بيقول أنت ناسي إني حوا ويا ضعفي ألف قوة، بس ساكنة فيا جوه وقت الشدة كمان تزيد. ده أنا معنى لكل معنى، حتى لما الشوق جمعنا من غير وجودي ملوش معنى، وأظن ده واضح أكيد. الكوبليه انا بيقول- قبل ما تشرح، أنا مش محتاج تشرح بامانه. انا يعني انا مش فاهمه حاجه، انا عن نفسي مش فاهمه حاجه، الريتم كان سريع جدا انا ما خدتش بالي. لا 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 معلش بره بجد، تخصصي، أنا الراجل مش ده فاهمة حاجة. لمسني فعلا بادائه من غير ما تشرح انت بتتكلم في ايه ولا ناتج عن ايه. انا حاسس ان انت كنت بتعاني معاناه شديده وطلعت الكلمات ديت. ما اعرفش هل ده الاحساس اللي واصل لي حقيقي ولا لا، بس فعلا انا بحييك. طب أنا خلينا الكلام نفهم، لمسني جات لك فعلاً. الكتابه دي حضرتك كنت فين، او المكان ايه اللي مثلا خطر على هي بالك فعلا وكتبته؟ عايزه بصي، اعرف عايزة أعرف التجربه المكان. الشعريه بتاعته كانت انا ايه. اقول المكان. لحضراتكم يا جماعه هو لو كان فين. مبدئيا انا ليا صديق اسمه حمدي حسين، شاعر غنائي ومعروف جدا على الفيسبوك، ممكن تكونوا سمعتوا عنه كمان. دي اغنيه هو منزلها 2012، ده مبدئيا بس هو طورها، ممكن يبقى طورها لان هو عمل اداء غريب. قايلها كوبي بيست، هي. نفس ما هو كاتبها هو اللي قايلها. عاجبني ده اللي في الراجل- استغربته بقى اللي اصلا. عاجبني في الراجل ده انه بيفهم. طيب طب احنا اتعلم منه. متسابق، المفروض اتعلم. جاي تقول شعر ليك خاص بيك، مش بتاع الناس. معلش يعني ايه اعذرني، معلش؟ اعذرني. سيبه يجرب، طيب، سيبه بيحاول، يعني هو أوكي. برضه انا بيحاول. بس حبيت اعرف الجماعه. لا، ما هو ده هيفرق معانا في التقييم. طبعاً. يعني ايه تقول شعر يبقى انت ما عندكش قدره على نظم الشعر بالطريقه طب عندك حاجة أنت كاتبها ولا بتنقل كله او خنفره؟ بتأدي بالظبط. طيب فقط. انا اقول ده لحضرتك- كده ما هوش شعر، طب ده هيقول يا دكتور إرهاصات. علي، هيقول اتفضل طيب كده. انا اقول لك على حاجه. انت ارهاص يا بيه. انت عايز ايه اتكلم لك عنه شعر؟ اختار اي حاجه. وتألف. اتكلم عن الملوخيه. ارتجال. ثواني كمان ثواني استنى، لو ارتجال. سمحت يعني انا بكلمه وأنا بعد آسف، اذنك أنا يا آسف. استاذ يوسف. آسف. يعني ايه تتكلم له عليه؟ اتكلم عن الملوخيه. اديني شاعر ملوخيه في المهلبيه مع شويه طعم. ايه اللي بتقوله ده يا هو أستاذ؟ قال كده، هو قال طب كده. خلينا هو خلينا في يشوف عايز السكة يقدم الصح. ايه، عايز تقدم ايه يا ما فندم؟ تبقاش انت مربع ايدك ليه؟ انتوا أنا وترتوه أقول لكم جدا. إيه؟ ما انا ما جداً. اعرفكش، مش عارف انت اللي بتقول ايه. يعني ايه اقول لك شعر عن تحب اقول لك شعر؟ هي الفكره كده من هوب انت يا استاذ. طب معلش يعني طيب، برضو ماشي. برضو انت يعني انا كنت لسه هقول لك ان انت يعني معلش ايه حاطط ايدي في جيبه قصاد الناس. موقف مش حلو ده مبدئيا. أنت فانت شفت تداركت شفت الكلام. لو الأغنية دي سمحت يا إمتى؟ استاذ الدكتور بيتكلم. منصور. اتفضل.